3 مهارات او خليها 5 مهارات البنت محتاجة تكتسبهم عشان تكتسح مجال التك يعني. مم. ايه تمام. هي؟ وخليها سبيسيفيك للبنت قوي هنا يعني. اول حاجه لازم تبقى عندها ثقه بنفسها يعني. دي مهاره هي لازم تكتسبها، ان هي يبقى عندها ثقه بنفسها، وان هي الكواليفيكيشن بتاعتها مش اقل من اي حد. لان زي ما قلت لك هي المشاكل ان هي مش بتلاقي داعم ليها. وعايزه اقول لك ممكن اقرب الناس ما يكونوش داعم ليها يعني. فاول حاجه لازم هي تبقى عندها ثقه بنفسها كويس جدا، ان هي نفس المهاره ونفس الكفاءه. ويعني ايه، ما فيش حد احسن منك يعني، عادي انت وهو حاجه واحده ماشي. اول حاجه لازم عندك ثقه بنفسك. لازم يبقى عندك ايه بقى، برزنتيشن سكيلز، بمعنى ان انت بتقدري تعرضي كفاءتك لو انت في انترفيو، او بتقدري تعرضي شغلك لو انت بقى دخلتي الشغل خلاص. تقدري تعرضي شغلك وان انت عملتي ده، وان انت قابلتي تشالنجز وحلتيها، وكل حاجه تقدري تعبري عنها يعني بوضوح. لان هو ده اللي هيعرف يعني المدير المانجر، ويعرف الكوليجز وكل الناس دي ايه هي اللي انت عملتيه، وان انت مش قاعده ساكته وخلاص، او ان انت بتطلبي مساعده وبس، لا ده انت بتعملي انجازات يعني. فقلنا اول حاجه ان هي تبقى عندها ثقه بنفسها، لازم يبقى عندها برزنتيشن سكيلز كويسه جدا. ممكن ندعم حته البرزنتيشن سكيلز دي، ان هي مثلا بما ان انا عملت بلوج بشرح فيه يعني، انا البلوج اللي انا عاملاه انا كان قابلتني بعض المشاكل وانا بذاكر الماشين ليرنينج، او انا بذاكر الاي اي بصفه عامه، لان انا كنت سوفت وير ديفلوبر. فلما جيت انقل لحته الاي اي، طريقه التفكير في المشكله مختلفه شويه، لان انا حتى سوفت وير ديفلوبر بقالي 17 سنه، فطريقه التفكير شويه مختلفه من هنا لهنا. فانا كنت قلت ان انا هشرح البلوج بطريقه لو هو سوفت وير ديفلوبر وعايز يشتغل في الاي اي، ازاي ايه الحاجات اللي مطلوب منه يذاكرها، ومش كل حاجه مطلوب منه يذاكرها. يعني مثلا قرات ان انا مطلوب مني اذاكر ماس، لا مش كل حاجه مش كل حاجه في الماس، في حاجات معينه في الكالكولس، في حاجات معينه في الستاتستكس. فانا واخداها من برسبكتيف يعني معين، ان هو مش كل حاجه هتتذاكر، لكن حاجات بس اللي انت محتاجها. فزي ما انا قلت، تاني نقطه البرزنتيشن سكيلز. مفيش مشكله بقى لما انت تبداي مثلا تعملي محتوى معين، سواء ارتكلز سواء فيديوهات، حتى وانت لو مش عايزه تطلعي بصورتك، ممكن تطلعي مثلا، ممكن ارشح الفكره اللي انت عاملها الانيميشن، او ممكن حتى بصوتك، بس مش لازم انت تطلعي. بس صدقني والله موضوع المحتوى ده، الشخص لما يبقى بيعمل محتوى، اولا بيفهم الحاجه بطريقه افضل، تاني حاجه بيبقى عنده accountability. خد بالك ان في ناس بعدك هتاخد الحاجه دي وتذاكرها وتشتغل بيها، فلازم تبقى واثق جدا من المعلومه اللي انت بتقولها. وغير كده زي ما قلت لك برضه، بيخلي طريقه تفكيرك منظمه وانت بتقدم المحتوى. فزي ما قلت لك، اول بوينت لازم تبقى عندها ثقه بنفسها، لازم تبقى عندها برزنتيشن سكيلز كويسه جدا. لو قدرت كمان تزود في النقطه دي ان هي تبقى بتقدم محتوى، هتبقى كويسه جدا ليها. ممكن اضيف حته على تقديم المحتوى. اه لو هي ما عندهاش مش عايز تطلع بوشها ولا صوتها ولا بتعرف تعمل انيميشن، تعرض المشاريع بتاعتها بس، يعني بعد ما عملت المشروع تعرضه وتشرحه في فيديو وخلاص. ده بالنسبه لي على الاقل بنيتي بورتفوليو. ممكن تحطي بالظبط. الحركه دي انا كنت بعملها زمان